السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التهاب الضرع. معانا النهاردة نعجة التهاب الضرع، يعني هو بقاله يومين بس الجماعة ما كانوش عالجوها، فإن شاء الله هنعالجها وهنوريكم العلاج جاب نتيجة ولا إيه. إن شاء الله بكرة أو بعده بإذن واحد أحد، بكتير وخلص 3 أيام بإذن الله. طبعا هي من هنا الضرع حجر خالص، تمام، الضرع حجر خالص، لكن من الناحية التانية الحمد لله يعني لسه هي وراها ابنها واحد بس، لكن من الناحية دي الضرع شغال خالص. طبعا هو ملتهب خالص والضرع سخن. هنا ما شاء الله اللبن لسه سليم. هي اي نعم حالة متأخرة كده، لكن ان شاء الله هنعالجوها. هنا برضه الضرع عشان هنا في مختلط بصديد، فابنها ما كانش بيرضى يرضع من الناحية ديت، وهي لسه والدة جديد، فالجماعة مفكرين اللي هو الضرع مليان لبن، لكن الناحية دي فيها صديد، فهنصفي الصديد الأول. طبعا هو مش لبن، مش يعني هنصفيه على الأرض عادي، لأن ده أغلبه صديد ومدة. تمام، بتصفي الضرع خالص الأول، وبعد كده هقول لحضرتك تعمل إيه إن شاء الله. بس رقم 1 بتصفي الضرع. الضرع بيكون لبن ده مختلط بصديد، طبعا هو بيألمها جدا. امسك كده نعيم من هنا معدل امسك من ناحية تانية الرجل دي. بس واحدة. طبعا التهاب الضرع ممكن يسخن النعجة ذات نفسها ويخليها تقطع اكل، والمفروض ان انت يكون عندك خبرة ان النعجة لما تلاقيها بتكز على رجلها اللي من ناحية الالتهاب، تعرف ان المنطقة ديت ملتهبة والنعجة بتتألم منها. فاحنا ان شاء الله هنصفي الضرع زي ما حضراتكم شايفين. طبعا وكده دخلت انا منطقة الصديد اللي بينزل ده، اغلبيته الصديد طبعا مختلط باللبن المتخزن. هو كان يعني ظهر عليها من يومين بس، الجماعة اتأخروا عليه. ناس طبعا حتى لو الضرع حجر من مكان معين، ممكن تقدر انك تنقذ الحلمة بحيث ان هو يفضل الضرع شغال، وبإذن الله يجيب لبن عادي بعد ما بتعالج الالتهاب. تمام. طبعا الريحة هنا ريحة اللبن اصلا ريحة الصديد. تمام. الحاجة اللي هندهنها بعد كده مرهم اليود. مرهم اليود ده بيطري 5%. تمام، بندهن بيه الضرع كله. صور كده، صور الضرع عامل ازاي. بص في الصورة عشان اشوف. طبعا المرهم لوحده ممكن يكون كافي لو في بداية التليف قبل الضرع ما يسخن بالشكل ده، لكن المرحلة ديت مرحلة متأخرة، فلازم انت تدي حاجات تانية، مضاد حيوي ومضاد التهاب. افضل مضاد حيوي في حالات التهاب الضرع هو البنسلين طبعا. فبتدي بنسلين لو نعجة زي كده ممكن تدي لها 5 سنتي. لو حاجة حجمها صغير او كده ممكن تدي 3 سنتي 4 سنتي حسب وزن الحاجة. وبندي معاها حاجة مضادة للالتهاب، ممكن تدي مثلا هو انا اللي موجود عندي دلوقتي انالجين، فعدي انالجين، وممكن تدي ديكلوفين مثلا، اي حاجة مضادة للالتهاب بحيث ان الالتهاب ده يخف، لان هي الضرع ده ممكن يسخن النعجة. تمام. طبعا انا هعدي بنسلين بنستريب اللي موجود عندي دلوقتي، وهدي انالجين. هدي من البنسلين 5 سنتي لمدة 3 ايام، وكذلك من الانالجين هدي برضو 5 سنتي لمدة 3 ايام،
وان شاء الله هنشوف النتيجة وهنصورها لحضراتكم بإذن الله. بس ده كده تقريبا 5 سنتي 6 سنتي من الجيل. لحد 5 سنتي برضه. من بنستريب. حد لمدة 3 أيام وبإذن الله هنشوف النتيجة بإذن واحد.